يقول أحد الشباب: تزوجت بامرأة صالحة فرزقني الله منها الأولاد، فبعد أيام قالت لي: يا فلان، لم تتصل بأمك منذ 17 سنة. يقول: في الغد وأنا في المؤسسة الحكومية في عملي أخذت الجوال واتصلت بالوالدة فقلت لها: اليوم العشاء مدفوع على حسابي في المطعم الفلاني. يقول: أخذت السيارة بعد الدوام وتوجهت إلى بيتها، فوجدتها تنتظرني في ساحة البيت بعباءتها، فقلت لها: كم لك يا أماه وأنت تنتظرينني؟ قالت: والله منذ ساعتين وأنا ألف بعباءتي فرحانة أنتظرك. هذا هو حب الوالدة. يقول: أخذتها إلى المطعم فأكلنا وشربنا، وعند عودتنا في الطريق قالت لي: يا بني، في المرة القادمة العشاء مدفوع على حسابي، لك أنت وزوجتك وأولادك. يقول الشاب: قبل الأسبوع توفيت الوالدة، فبعد أن دفناها في آخر يوم في الأسبوع اتصل بالمطعم وأرسل رسالة مكتوب عليها الحساب والعشاء مدفوع على حساب الوالدة، لك أنت وزوجتك وأولادك، فلم تنسى بوعدها حتى وهي ميتة. أليس رضا الله من رضا الوالدين؟ رضا الله من رضا الوالدين. وتذكر دائما أنك ستكتشف شيئين بعد موتها: أنك لم تشبع منها مهما عاشت، وأنك لم توفيها حقها مهما فعلت، فكل الديون تقضى إلا دين الوالدة. فاتقوا الله في الوالدين.